الحكاية بدأت من عند بيت المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجة. وسمير خفاجة للي ما يعرفوش هو مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، واللي ساهمت في ظهور عدد كبير من النجوم المهمين زي أحمد زكي وعادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي. نرجع لحكايتنا. كان عادل إمام بيسهر دايما عنده مع عدد من فنانين المرحلة دي، وفي يوم عادي وهم سهرانين فتح شباك الشقة اللي جنبهم بحوالي متر، طلعت منه بنت جميلة جدا. كل الموجودين حاولوا يعكسوها ويلفتوا انتباهها إلا واحد بس، الزعيم. هالة لاحظت إنه الوحيد اللي معكسهاش، وده لفت انتباهها وسعت إنها تتعرف عليه. وعادل كمان في نفس اللحظة أعجب بيها، وخد سمير خفاجة على جنب وسأله عليها. عرف منه إنها بنت من عيلة أرستقراطية وعايشة في الشقة اللي جنبه مع جدتها. ومن هنا بدأت الرحلة اللي استمرت لغاية النهاردة. اتجوزت بقى وهو حبينا بعض انا وهالة. ده الحب الحقيقي. ده